مع الأسف مناطق الإدارة الذاتية لا تزال محرومة من كل أنواع الدعم الإنساني. منظمة الصحة العالمية هي موجودة فعليا هنا في المنطقة، وهي تتعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية، لكن الدعم المقدم من قبل هذه المنظمة حتى الآن لا زال ضمن إطار الجزء البسيط جدا. من المعلوم أن هذه المنظمة تعمل بشكل رسمي مع الحكومات المركزية، وهي تأخذ قرارات هذه الحكومات بعين الاعتبار. لكن أعتقد بأن هذه الآلية في العمل غير صحيحة، باعتبار أن الحكومة السورية حتى الآن تعاملت مع موضوع المعارضة والديمقراطية وعملية التغيير بشكل سلبي جدا، وهي لا تزال مصرة على موضوع المركزية، ولا تزال مصرة على كل الأساليب التي مارستها بمواجهة المعارضة. لهذا من غير المعقول أن تتعامل هذه المنظمة فقط عن طريق الحكومات الرسمية. ونحن نعلم بأن المنظمة حاليا خصصت جهاز لمناطق الإدارة الذاتية، جهاز الكشف عن مرض كورونا لمناطق الإدارة الذاتية، لكن حتى الآن هذا الجهاز لم يقدم إلى المنطقة. وهناك أعداد قدمتها للحكومة السورية، ويوجد وقدموا دعم لمناطق الفصائل، لكن لمناطق الإدارة الذاتية لم يقدموا شيء، وهذا يعتبر نعتبره قرار سياسي. فإدخال الموضوع الإنساني ضمن إطار القرارات السياسية موضوع نقد وغير صحيح، ولا بد من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مراجعة قراراتها في هذا المجال كي لا يدخل عملها ضمن إطار القرارات السياسية الصادرة من الحكومات المركزية. بالطبع هناك تواصل يومي، ونطالب بشكل مستمر بتقديم الدعم. حتى الآن الجواب هو ضمن الإطار الإيجابي، لكن عمليا لم يقدم أي شيء حتى الآن لهذه المناطق. على الأقل يعني تقديم جهاز يمكن الكشف عن المرض، إضافة إلى المنافس، حيث المنطقة محرومة بالكامل من المنافس، فإن ظهرت هناك حالة في المنطقة وتفشى المرض ستكون هناك كارثة حقيقية. لابد من تلافي هذه الحالة بشكل سريع، ونطالب أيضا القوات التحالف، دول التحالف، الإسراع في تقديم الإمكانيات اللازمة لهذه المناطق. الطرف الروسي أيضا لم يقدم أي خدمات، وكل ما يتم تقديمه للمناطق السورية الأخرى يكون عبر منظمة الصحة العالمية. فالطرف الروسي أيضا مسؤول عن هذا الجانب، خاصة أن المناطق التي تتواجد فيها قواتهم، من المعلوم أن القوات العسكرية دائما هي معرضة لأن يتفشى المرض بين القوات العسكرية، والقوات الروسية دائما هي منخرطة مع القوات الإيرانية وقوات النظام. بالتالي هناك خطر كبير لأن ينتقل هذا المرض عن طريق تواجد القوات الروسية أيضا أو قوات النظام في المنطقة. لذلك نرى من الضروري أن تأخذ الحكومة الروسية أيضا هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأن تقدم ما يمكنها أن تقدم في سبيل إنقاذ هذه المناطق من خطر هذه الجائحة. مع الحكومة السورية الإدارة الذاتية تنسق عن طريق هيئة الصحة على المستوى المحلي، لكن مع الأسف حتى الآن لم يظهر نتائج هذا التنسيق، لأن مثلا بعض الفحوصات والتحاليل التي تم إرسالها إلى دمشق، لكن حتى الآن لم تأتي نتائج تلك التحاليل، إضافة إلى حركة الطيران، حركة المطار
عدة مرات تم نقل هذه النقاشات أو ما هو المطلوب إلى الجهات المعنية من الحكومة السورية بخصوص أخذ التدابير في المطار، بحيث يتم نقل من القادمين على متن الطائرة إلى الحجر الصحي لتلقي الفحوصات، لكن الطرف الحكومي غير متلائم مع هذه التدابير، وهو حتى الآن لم يتحمل تلك المسؤولية. لذلك نرى بأن هناك مواقف خطيرة صادرة من الطرف الحكومي، ومن الممكن أن تتسبب بنشر هذا الوباء في هذه المناطق. مع الأسف العديد من الأطراف التي تستخدم هذا الوباء أسلوبا للضغط على الطرف الآخر، وهذا ليس بأسلوب إنساني وغير لائق، إضافة إلى أنه بعيد عن كل المواثيق والأخلاق. لذلك يتطلب من الطرف الحكومة تحمل المسؤولية، باعتبار السكان الموجودين في هذه المناطق جميعهم سوريين ولا يوجد فيه غرباء. على العكس، الجميع يريد ويسعى لإنهاء الحرب القائمة في سوريا وإيصال الشعب السوري إلى بر الأمان، لكن استخدام هذا المرض كأسلوب للضغط على الطرف الآخر حقيقة هو ليس بأسلوب إنساني وأخلاقي، ومن الضروري الابتعاد عن هكذا أساليب، وإلا فهو يتحمل المسؤولية، مسؤولية نشر المرض بشكل مقصود في هذه المناطق. يعني صحيا هو سيؤثر على المناطق الأخرى أيضا، وليس في مناطق الإدارة الذاتية، إنما إن انتشر في منطقة معينة سينتشر في المناطق الأخرى السورية أيضا. إضافة إلى مسألة المفاوضات، لا يوجد أي شيء من المفاوضات، إنما مجرد نقاشات لا أكثر ولا أقل. لذلك فالجميع مهتم الموضوع الصحي ومرض كورونا، ويجب التركيز على هذا الجانب. يعني هناك معلومات كثيرة وردت من تلك المناطق ولا نزال نسعى للتأكد منها، لكن الواقع في تركيا بنفسه حقيقة مأساوي جدا. يوميا هناك دفن للمئات من المواطنين الأتراك في اسطنبول وغيرها من المدن التركية، أي أن تفشي المرض في تركيا أصبح يأخذ الدرجة الأولى في العالم. لذلك استخدام هذا الأسلوب، إن كان حقيقة بأنهم ينقلون المرضى إلى هذه المناطق، بطبيعة الحال هي تعتبر نوع آخر من الحروب التي تمارسها تركيا بمواجهة سكان هذه المناطق. بالتالي نناشد الرأي العام والجهات المعنية بتقصي هذا الموضوع لمعرفة حقيقته، إلى أي درجة هذه المعلومات هي صحيحة، وإلا فهناك مخاطر جدية يمكن أن تصدر نتيجة التصرفات التركية اللامسؤولة في هذا المجال. في هذه النقطة أريد أن أشير إلى بعض الحالات التي كان من الممكن أو أرادت الهيئات الصحية بأن تتأكد من صحة من أتوا من دمشق، إضافة إلى حالة للعسكري الذي ظهر في منطقة الشهباء، حيث كما سمعنا بأن لمجرد وصول العسكري إلى منزله، لكن الأسرة غطت على الموضوع وكأنه لم يصل بعد. فهكذا تصرفات هي حقيقة خطيرة وتأتي من اللاوعي. يجب على الناس أن لا يشعروا من خلال وضع الإنسان أو الشخص تحت الحجر الصحي كأنه سجن أو معتقل. بالعكس، هذه الحالة هي ضرورية، وهذه التدابير ضرورية لابد من أخذها بعين الاعتبار والالتزام بها لحماية الشخص أولاً، ولحماية المجتمع ثانياً، ولحماية الأسرة والأحباء ثالثاً. هذه التدابير مهمة جداً وضرورية.
حالة الطوارئ أو حظر التجوال كانت حالة ضرورية أو قرار مهم اتخذته الإدارة الذاتية كتدبير احترازي بمواجهة هذا المرض، وأعطى نتائج إيجابية جدا في هذه المناطق، حيث أنه منع انتشار هذا المرض حتى الآن. والآن من الآن فصاعدا أيضا لا زال ضروري الالتزام بحظر التجوال، لا زال ضروري. نعلم بأن الناس تتأذى من حظر التجوال، لكن لفترة أخرى أيضا إلى أن ترتفع درجة الحرارة نوعا ما، لكي يتم البدء بالتخفيف من حالة حظر التجوال تدريجيا، أو رفع حالة حظر التجوال تدريجيا. الالتزام بقواعد وقوانين قرارات الإدارة الذاتية مهم جدا، وهنا نناشد كل سكان مناطق الإدارة الذاتية والمواطنين للالتزام وبحذر شديد بهذه القرارات إلى أن يتغير الجو نوعا ما وتصدر قرارات جديدة من قبل الإدارة الذاتية ويتم العمل حسب القرارات الجديدة.